يا صباح الفل عليكم. رجعنا تاني للتحديات بتاعتنا النهارده اليوم الاول، وزي ما اتفقنا فطار بقى عندنا بيض مسلوقه، بيضه واحده مسلوقه وجبنه ملح خفيف. طبعا اهم حاجه ما ننساش اي خضروات، خيار، كابوتشا، والنهارده هاخد ربع رغيف عيش. عايزين بقى نتشجع ونتقوى عشان نغير حياتنا للافضل. طيب النهارده بقى طبعا انتوا عارفين الاسبوع ده في موجه حاره كده والدنيا حر، فدي يعني ربنا يعديها على خير. فدي فرصة اللي احنا لازم نزود من السوائل بتاعتنا بالذات المية. خلي كده جنبنا كده ازازة مية طول اليوم نقعد نشرب فيها، والتانية والتالتة. خلاص لازم المية مهمة جدا. وفي نص بين الوجبات عندنا ممكن نشرب مشروبات، أهم حاجة من غير سكر، شاي أخضر، نعناع، أي حد المشروبات اللي بيحبه بيحبها. أهم حاجة زي ما اتفقنا من غير سكر. ممكن سناكس، تفاح، موز في نص الوجبات برضه. طبعا زي ما احنا متفقين الغدا النهارده ان شاء الله انا هعمل ربع فرخه هعملها مع شوربه لسان عصفور. طبعا اللي حابب ياكلها مسلوقه ياكلها، اللي حابب مثلا بعد ما يسلقها ممكن يحمرها شويه في الفرن براحته، مفيش اي مشكله. اهم حاجه طبعا برضو ما ننساش الخضروات معانا، خيار، جرجير، كابوتشا لازم يكونوا معانا. في العشاء برضو انا هتعشى النهارده ان شاء الله زبادي وبرتقال. تمام، يلا تشجعوا وقولوا لي هتعملوا النهارده. ما تنسوش طبعا الحركه، المشي، اي حاجه بسيطه على قد على قد امكانياتنا، بس لازم يبقى فيه مشي وحركه. خلاص شجعوا، محدش يكسل، ولازم يكون عندنا اراده. شكرا ليكم، بالهنا والشفا، سلام.